بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمي الأمين. المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية، وكل يوم وكل ساعة والشعب السوداني بخير، ونحلم بوطن معافى خالي من الأمراض وثورة مستمرة حتى يتحقق الحلم والعبور لخلق واقع أفضل. التحية والتقدير للقناة، التحية والتقدير لشعب الهلال الحر، ونحن على مشارف مباراة مفصلية أمام النادي الأهلي. هنالك متطلبات لمثل هكذا مباريات. تاريخيا الهلال والنادي الأهلي في تشابه كبير جدا ما بينهم من حيث النشأة والاسم الواحد والجماهيرية. بيبقى الآن نحن أمام مباراة مفصلية. التجارب علمتنا من 87 ل 2007 إنه العنصر الأساسي في تحقيق الانتصار هو جماهير الهلال. اليوم يا اخوانا الأربعاء، المباراة يوم السبت، وحتى الآن الرؤية ما واضحة إنه هل المباراة بجمهور ولا من غير جمهور. قيام المباراة بدون جمهور يعني هو خطأ وتقصير يتحمل مسؤوليته مجلس الإدارة تحديدا، واللي أنا بفتكر إنه يعني عدم المتابعة وعدم يعني ما حكاية إنه نحن والله المطلوبات أو في نبيع أو غيره. المطلوبات دي اتقدمت من فترة طويلة جدا. أنا كنت أعتقد إنه مجلس الإدارة يوفد مندوب للقاهرة يقابل الكاف يتابع التطورات وكده. المباراة ذاتها تقام بجمهور، في تذاكر بتطبع، في جهات أمنية، في ترتيبات غيره، لكن واضح إنه كل المؤشرات الآن بتشير إلى إنه المباراة السبت بدون جمهور. والشيء المؤسف بإنه الهشاشة حقت الدولة السودانية أو وجود اللا دولة الآن في ظرف الآن ده بيخلي الهلال لقمة سائقة لكل صاحب مطامع. يوم الليلة مباراة زي دي كان بتبقى مسؤولية وزارة الشباب والرياضة الاتحادية تقوم بواجبها تجاه الاتحاد العام، يتحمل مسؤولية المتابعة مع الاتحاد الأفريقي، ولكن ده ما حصل. وده بوريك انه الهلال الان يقاتل وحده، وفي النهايه حق نثبت بانه النادي الاهلي هو الفتى المدلل في كل مسائل الاتحاد الافريقي. وهذه المساله محتاجه لمجلس اداره بمواصفات، محتاجه لمجلس اداره عنده القدره على اتخاذ القرار الصعب. يمكن المباراه اللي فاتت بتواطؤ واضح جدا وكل الناس كانت شاهده عليه، والتواطؤ ما بين لجنة هشام الصوبات السابقة مع اللجنة الأمنية مع الاتحاد العام، وقيمة المباراة بدون جمهور، وقدمت خدمة حقيقية للنادي الأهلي. وأنا أعتقد إنه الآن التاريخ يعيد في نفسه، ونحن الآن بنعيد إنتاج أزمتنا السابقة، ودي مشكلة حقيقة. فأنا أعتقد إنه بالظرف الآني بعدم وضوح الرؤية إنه على شعب الهلال الحر أن يفهم وأن يعي بأنه مباراة قادمة بدون جمهور، لأن حتى يوم الليلة ما في خطاب جمهور الاتحاد الأفريقي، ما في يعني خطاب أو بيان صدر من نادي الهلال عشان يؤكد حقيقة المسألة، ودي مشكلة حقيقية. الاتحاد الأفريقي مؤسسة معطونة بالفساد، وأي نادي يكون هش في تركيبته ويكون ضعيف وما عنده مجلس إدارة بيقدر يتخذ القرار الصعب، ما يعني بيكون لقمة سايغة للاتحاد الأفريقي. اخواننا المنافسات دي زي ما الناس بتعلم بانه ممكن يجيك زول يقول لك يا اخي والله مثلا في تشاد في ملاعب شكلها ما كويس اقل من نادي الهلال وبتلعب فيها مباريات، لكن انت بتتكلم عن تصنيف حقك انت. يا اخوانا حقه نتفق قانونا انه اي منافسه عندها معايير. اختيار 3 أندية 4 أندية من دوله واحده معناتها المعايير والشروط بتكون اصعب. بكل أسف مجلس الهلال ما واعي للمسألة دي، لذلك بعيدا عن المع والضد، بعيدا عن فساد مؤسسة الكاف، بعيدا عن الشكاوي،
المتطلبات بتبقى اكثر صعوبه والمعايير بتبقى اكثر شده، لانه الدوله اللي بيكون فيها 4 أندية في المنافسه ما زي الدوله اللي عندها نادي واحد. الدوله اللي عندها نادي واحد ممكن جدا الكاف يقيم منافساته بدون شروط صعبه، باعتبار انه اصلا هذه الدوله دوله فقيره ودوله معدمه، والكاف مع الاتحاد الدولي بيسعوا لقيام المنافسه واستمرار النشاط، لذلك بيسهل عليها. لكن ما اعتقد انه الشكوى عندها علاقه، بل المسؤوليه حقتنا نحن ما اوفينا بمطلوبات الاتحاد الافريقي في القيد الزمني المحدد. ودي والمشكله الاساسيه والاخطر انه يا اخواننا ما في شفافيه. يعني افترض انه الهلال ده كله 3 يوم يكون عنده بيان يشرح فيه والموقف الان في الاستاد عشان الجمهور قبل اسبوع ولا 10 يوم يكون عارف انه المباراه بجمهور ومن غير جمهور. انت اجتهدت قلنا اجتهدت، انت فشلت قلنا فشلت في كده ونجحت في كده، لكن عشان تاخد الناس فينا الناس مستعده والروابط جهزت حالها، تتفاجئ قبل 48 ساعه بانه والله ما في جمهور بيحضر المباراه. افتكر ده القصور وده الفشل ده بنتحمله نحن كمجلس اداره نادي الهلال وكشعب الهلال. الاتحاد الافريقي ما عنده به علاقه. الاتحاد الافريقي انت قمت بالمطلوبات وجهزتها في وقتها، ما يعني لا يستطيع انه يحرمك من جمهورك. يعني اللي بيحصل الآتي انه يجب ان نتفق بانه الاهلي هو الفتى المدلل للاتحاد الافريقي، ويجب ان نتفق تماما بانه حالة اللا دولة الموجودة في السودان. يعني لو الناس بيتذكر اخر مباراة مع النادي الاهلي في استاد الهلال، كمية الجيوش والقوات النظامية كانت حول استاد الهلال، انا افتكر حتى في الفشقة ما كانت موجودة، ما في الفشقة. يعني ده ليه؟ لانه النادي الاهلي بيعرف يشتغل كوره، نحن بنشتغل كوره. النادي الاهلي عبر سفارته الاستخباراتيه الموجوده في الخرطوم هنا ده يستطيع انه يحقق كل المطلوبات الدائره، هو يستطيع انه يهيئ كل الاجواء اللي بتناسب ظروفه هو لاداء المباراه. وده الفرق بيننا وبينهم، نحن ما بنعرف شغل الكوره، المصريين عموما بيعرفوا شغل الكوره. لو تكلمت الان الاتحاد المصري عنده كم منسوب في الاتحاد الافريقي، نحن ما عندنا. الاهلي عنده علاقه بالحكام الافارقه، الاهلي عنده علاقه باللجنه التنفيذيه للاتحاد الافريقي، عنده علاقه بالمراقبين، احنا ما عندنا. الاتحاد المصري بيقدم كل الممكن والمستحيل للانديه المصريه عشان تحقق بطولات. نحن الاتحاد السوداني يعني يسعى لايجاد العراقيل لتصحيح حساباتهم على الانديه المشاركه، خاصه النادي الهلال. يعني فنحن بالمناسبه في ازمه حقيقيه. الاهلي قاعد يستفيد دائما من الظرف السياسي اللي فيه، نحن بيستفيد من الفشل بتاع الاتحاد العام وعدم رغبته في تحقيق طموح الشعب السوداني وجماهيره وجماهير الانديه في انها تحقق بطولات. يعني بمنتهى الوضوح والصراحه المصريين يمتلكوا سفاره استخباريه داخل الخرطوم، والسفاره المصريه مهمتها الاساسيه انها تهيئ يعني افضل الفرص لانديتها في المشاركات الرياضيه. بالمناسبه النشاط الرياضي بالنسبه للمصريين ما بيختلف عن النشاط السياسي، هو جزء من النشاط السياسي اللي بتقوم به المنظومه العامه. النشاط الرياضي ده السفاره السودان المصريه في الخرطوم دائما بتسعى انها يعني تخلق افضل مناخ للنادي الاهلي او الزمالك او غيره لاداء مبارياته، عكسنا احنا تماما. والشيء المؤسف انه يعني حاله اللا دوله اللي نحن موجودين فيها الان قاعده تساهم بشكل او اخر في انها يعني انا ما افهم انه النادي الاهلي يجي خاشي الملعب للتمرين ب6 دبابات او 15 تاتشر. يعني انا افتكر ده كلام ذاته ما منطقي كويس، لكن ده بوريك انه الدوله ذاتها متواطئه وما عندها القدره في انها تحمي او تدافع عن انديتها، ودي مسؤوليه الحكومه ابتداء اذا كانت في حكومه، ومسؤوليه الاتحاد العام اذا كان في اتحاد عام. يعني يجعلوا الهلال يقاتل لوحده، لكن دي مسؤوليتهم، لانه السفاره المصريه حقيقه بتكون احرص انها تخلق الجو المعافى لانديتها اللي بتيجي تزور السودان، وفي خلال التعامل بالاستعلاء معانا نحن. يعني بيفتكر انه هم بيتعاملوا معانا بحاله بتاعت استعلاء غير طبيعيه، كان مع انه التاريخ وانه الهلال ده نجل للنادي الاهلي في كل حاجه، وافضل النتائج حققها ضد النادي الاهلي في ظروف معافاه. والله انا بفتكر انه جمهور الهلال يعني بمنتهى الصراحه، وانا بعتز جدا باني واحد من رواد نادي الهلال على 4 أو 5 قرون ماضيه، وافتكر ان انا يعني خرجت من رحم رواد نادي الهلال ومن روابط نادي الهلال.
وبقولوا لنا يا اخي جبر الله كسركم، جبر الله كسركم، لانه كل المجالس المتعاقبه ما بتعرف قيمه الهلال الكيان، ولا قاعد تكون حريصه في انها تدافع عنه. يعني القصه ما قصه منشات ولا قصه انك يا اخي انت اسعى انك انت تفرض هيبه الهلال وتحافظ على تاريخ الهلال وعلى وجوده على مستوى القاره الافريقيه، وده ما قاعد يحصل. يعني يا اللاعبين بيقاتلوا براون، يلا الاتحاد يا الهلال الجمهور بيقاتل براو، وانا بكون يعني انا ما متشائم، لكن انا بفتكر بانه الجمهور تاريخيا خاصه الديربي بتاع الاهلي بتاع وادي النيل اهلي هلال، الديربي ده الجمهور قاعد يكون فيه اللاعب رقم واحد. حرمان الكاف لجمهور الهلال من دخول المباراه انا افتكر ده شيء مقصود ومتعمد، والقصد الاساسي منه انه يخلقوا جو معافى للنادي الاهلي عشان يحقق مبارياته. فنسال الله سبحانه وتعالى انه يعني ينصر الهلال، لكن كوره خطره، كوره خطره بكل المقاييس، وكوره ما متكافئه، لانه الاهلي جاي بعتات ونحن اتحرمنا بغفله وبغيره من اهم سلاح احنا بنقاتله سلاح الجماهير. يعني تاريخيا زي كره الاهلي او مبارياتنا مع الانديه المصريه عموما بيبقى الجمهور فيها عنده دور كبير جدا بيلعبه. فرق جدا بين الاستاد ده لما يكون يعني مليان بالجماهير، وفرق لما يكون فاضي، لانه اللاعب لما يحس انه الاستاد ده مليان جماهير بيأدي فوق لطاقته. يعني ممكن اللاعب يكون ب10 لاعبين، لكن لما يكون الاستاد فاضي بتبقى ذاتها مباراه ممله ورتيبه، وما في ما يحس اللاعب عليه انه يبذل مجهود مضاعف. ودي واحده من المشاكل الاساسيه، ودي من الحاجات المخيفه في المباراه الجايه دي. واعتقد انه اذا كان اصلا الاتحاد الافريقي او النادي الاهلي نجح في انه تكون الكره بدون جمهور، افتكر دي كارثه بالنسبه لنا نحن، كارثه حقيقيه يعني، وبيبقوا حدوا نقاط النادي الاهلي. والله يا اخي انا سعيد جدا بالمداخله او الحوار، وزي ما قلت انه هذا البلد مأزوم، ونحن باستمرار قاعدين نعيد انتاج ازماتنا. وبفتكر انه الهلال ده في الفترة الأخيرة هو الحاجة الوحيدة الجميلة في السودان يعني، ولكن واضح انه كل احلامنا اصبحت موؤودة، وموؤودة ما صدفة ولا قضاء وقدر، ولكن احلامنا وؤدت مع الصبغة الإصرار والترصد، لانه ايادي القتلة والسفاحين لها دور كبير جدا في انها تعزل او تفصل الهلال الكيان عن جماهيره وعن فريق كرة القدم. نسأل الله سبحانه وتعالى انه يعني تنجلي هذه الازمه وفوتهم وتغني كبر الولد جوا السجن، وكله بينتهي باذن تعالى. جميعا نحلم بانه نبني وطن معافى، هلال معافى، امنيات محققه، شباب يعني يبني الوطن اللي بيحلم به هو، وده حق مشروع قطعا يعني. وانا شاكر لكم وممنون جدا.